متابعين أم سجود، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم رايحين نحضروا رولي بالدجاج، إن شاء الله يربي يعجبكم. ونروحوا للمقادير. عندنا نص صدر تاع الدجاج وبيضة، وعندنا التوابل، عندنا ملح، وعندنا زنجبيل، كركم، عندنا فلفل، كمون، وتوابل دجاج، وعندنا المغرف تاع لاشابلور، وعندنا نص بصلة، وعندنا زوج فصوص تاع ثوم يكونوا كبار، نديرهم في الاشوار كما راكم تشوفوا. نغرقوا عليهم نطحنوهم. هكا كي يطلع لنا نهبطوه بالمغرف بعد ما طحناهم. نفرشوا على سطح العمل بابي فيم، نديروا له شويه تاع الزيت باش ما يتحركش معنا. نرشوا شويه تاع الزيت ونديروا البابي هكا باش ما يغبنكمش، يقعدش يهرب لكم هاك وهاك. قطعوه ونحطوا الرولي تاعنا او الدجاج بعد ما طحناه كما راكم تشوفوا. نفرشوه مليح هكا، نحاولوا كاع نسقدوه ونديروا فرماج اللي عندكم. انا درت طاختينو هكا ونلوي، هاو ما يهربش معكم كي ديروا له رشه تاع الزيت من تحت، شغل يشد روحه هكا. ونلوي نلويه مليح. وخرها بتجي ثلاجة يشد روحه. ونحضر لاصوص تاعنا زيتون، طاجين زيتون، نديروا هذيك العظمة اللي قلعنا منها اللحم هذاك صدر، ونحطوا مغرف تاع زيت، ونديروا الثوم، ونديروا البصل، نديروا بصلة نص بصلة، ونبلعوا عليها هكا شوية قلة كما تشوفوا. وننساوش الورقة والورقة تاع الراند، قلوها. ونديروا نص مغرف تاع طماطم صبارة، تحبوا ديروها لاصوص بلونش ديروه. قلوا هذيك طماطم مليح مع البصلة باش تروح هذيك الحموضية كما راكم تشوفوا. نقلب البصل وندير التوابل، نفس التوابل اللي درناهم الرولي نديروهم في المرقة تاعنا. قلوها على نار هادية ونمرقوا. ما ننساوش زرودية، عندنا زيتون ايفيلي، اذا حبتوا الزيتون تاعكم يكون شباب يكون الكولر تاعه كيما هكا بيستاج،
هذا هو الزيتون شباب ونمرق، ندير قزبر ونغلق عليها. الرولو تاعنا بعد ما قليته على نار هادئة والمرقة تاعنا هي طابت، نجيبو الصحن تاعنا دركا نحطو الزيتون تاعنا بعد ما طاب جبنين ونستفو الرولي تاعنا فوقه. ان شاء الله يا ربي الوصفة تاع اليوم تعجبكم، متنساوش تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.